السلام عليكم حبايبنا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله دائما تكونون بالف خير، ورجعنا لكم بمقطع فيديو جديد راح نتحدث فيه عن قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا الملحق ومجموعة سوريا وباقي المجموعات وحظوظ منتخب سوريا. مصير خوسيه لانا بالفترة القادمة، ومصير الاتحاد السوري لكرة القدم، وأيضا بعض الطلبات وبعض الأشياء اللي سيتم العمل عليها من قبل الاتحاد السوري المستمر حاليا والجديد، وأبرز المرشحين لاستلام الاتحاد السوري لكرة القدم. يعني فيديو كامل شامل من الآخر، ونشوفكم بعد هذا الفاصل القصير. ورجعنا لكم من جديد، واهلا وسهلا بكم في قناتكم مع حمدكم. ان شاء الله دائما تكونون بالف خير، ودائما لا تنسوا تضغطون زر اللايك. طبعا اليوم اصدرت القرعه عن 6 مجموعات، وهي 6 مجموعات يتاهل بطل هذه المجموعه الى كاس اسيا 2027 اللي راح تقام في السعوديه. المجموعه الاولى ضمت طاجكستان، فلبين، المالديف، وتيمور الشرقيه، وطاجكستان هو المرشح الوحيد للتأهل عن هذه المجموعة. المجموعة الثانية ضمت كل من لبنان، اليمن، بوتان، وبروناي دار السلام. طبعا لبنان واليمن احنا ما كنا نتمنى ان يكونوا بنفس المجموعة مشان ما نخسر واحد منهم، ولكن الظروف شاءت ولبنان هو المرشح الأول. المجموعة الثالثة ضمت منتخب الهند، هونغ كونغ، سنغافورة، وبنغلاديش، والمنافسة راح تكون شرسة بين الهند وهونغ كونغ. في المجموعة الرابعة ضمت تايلاند، تركمانستان، الصين تايبي، وسريلانكا، وتايلاند هو الوحيد المستفرد كبطل لهذه المجموعة وهو الأقوى. في المجموعة الخامسة ضمت منتخب سوريا الحرة مع أفغانستان، ميانمار، باكستان. طبعا ميانمار عندنا إياها اللي خرجتنا من التصفيات الماضية، أفغانستان لديهم تطور جيد، سوريا حاليا بوضع ما نقدر نقول ممتاز ولا نقول سيء، ولكن سوريا هي المرشح الأول عن هذه المجموعة. وأنا أتوقع لمنتخب سوريا يكون بطل هذه المجموعة، لأنه كل المنتخب أفغانستان، ميانمار، باكستان ليست المنتخبات الواو، وليست المنتخبات اللي صعب تفوز عليها، بالعكس لازم أقل مباراة تنتهي 3-0. في المجموعة السادسة فيتنام، ماليزيا، نيبال، ولاوس، والصراع يعني أنا أعتبرها من المجموعات القوية. فيتنام، ماليزيا راح تكون منافسة شرسة، وأنا أتوقع تأهل ماليزيا علما أنه تصنيفه الثاني. هاي المجموعات الستة يتأهل صاحب المركز الأول. المباريات يقام على مرحلة ذهاب وإياب في أرضك وفي أرض الخصم. أكثر منتخب يجمع نقاط على كأس آسيا فورا، وإن شاء الله الأمور سهلة جدا جدا جدا. ونسيت أذكركم أنه المباريات راح تقام في الشهر الثالث. أما بالنسبة لمدرب منتخب سوريا خوسيه لانا، في بعض الشباب يطلعوا إشاعات أنه خوسيه لانا ودع المونديال، في البعض يقول لك لا، خوسيه لانا مستمر. احنا نعطيكم القرار النهائي. خوسيه لانا مستمر مع المنتخب السوري كحد اقصى او ادنى، كحد ادنى بعد الشهر الثالث. يعني حاليا عنده عقد ومستمر بالعقد، وكل الظروف مساعده لخوسيه لانا بالاستمرار مع المنتخب السوري. كل الامكانيات موجوده عند خوسيه لانا، وايضا الاتحاد السوري راح يعمل على شيء تقديم المساعده لخوسيه لانا، فخوسيه لانا ما راح يقدم استقالته، خوسيه لانا مستمر معانا، وهذا قرار نهائي البارح أنا سمعته. أما بالنسبة للاتحاد السوري لكرة القدم بقيادة صلاح رمضان وعبد الرحمن الخطيب، وكل الشباب صاروا أصدقاء، مستمرين حاليا على عملهم، تسيير أمور حتى يصير في انتخابات أو حتى ينزل قانون جديد يتم تغيير هذا الطاقم أو هذا الاتحاد بشكل
كامل في المرحلة الحالية، ولكن حتى الآن بدنا شوية صبر. ما في شيء اسمه شيل اتحاد كامل وتجيب اتحاد كامل، في أوراق، في مراسلات، في عقود، في قصص لها أول ما لها آخر. ما راح نقدر بيوم وليلة نطير الاتحاد، ولكن خلال الأشهر القادمة راح تشوف تغير كامل بالاتحاد، وتشوف اتحاد جديد، اتحاد يقوده محمد عفش، يقوده محمد قويض، يقوده نزار محروس، يقوده عمار عوض، جهاد الحسين. راح نشوف اتحاد كله اتحاد شبابي، كله اتحاد حر، كله اتحاد على كيفك. هاي بما يخص الاتحاد. بما يخص الملاعب، الملاعب بدها فترة تتجاوز السنة حتى تبلش إعادة صيانة. هناك أيضا دعم من دول الخليج للرياضة السورية وللملاعب السورية. راح نشوف شوية تطور بالملاعب، ولكن بدها فترة حتى شوي، لأنه حاليا الاهتمام بالوضع السياسي والوضع الاقتصادي والوضع بسوريا بشكل كامل حاليا هو الاهتمام بالرياضة. ستأتي بمرحلة ثانية. ايضا والنقطه المهمه، بعد رفع قانون قيصر اللي راح يرتفع خلال اسابيع قليله، اقل شيء صار المنتخب السوري يطلع بالطياره من سوريا على اي دوله بده اياها. ما في داعي يطلع على لبنان بالباص او يطلع على الاردن وبعدين لا حتى يسافر. الخبر المفرح ايضا، سوريا حاليا بعد ما اصبحت سوريا الحره راح تلعب مع دول أوروبية، دول أمريكية، دول آسيوية، دول أفريقية، راح تطير على كيفها. جواز السفر يدخلها على أي دولة. راح نشوف معسكرات خارجية، معسكرات أوروبية بالفترة القادمة، وإن شاء الله تكون بداية جيدة. أيضا المفاجأة الكبرى، منتخب الأردن وجماهير المنتخب الأردني يطالبون بمباراة ودية بعد تحرير سوريا، وستكون أول مباراة ودية تلعب على الأراضي السورية ستجمع بين سوريا والأردن. وهذا الطلب مشروع، وهذا الطلب وصل للاتحاد الرياضي، وأيضا إن شاء الله راح يتم مناقشته بالفترة القادمة، وإن شاء الله الأمور جيدة وكويسة. وانتظروا مباراة سوريا والأردن، وراح نشوف أيضا مباراة سوريا مع دولة أفريقية بالفترة القادمة. فطولوا بالكم علينا شويونا والعمل جاري. أيضا سينضم نادي أمية إلى الدوري السوري، هناك اللي مهتم بالدوري السوري. الدوري السوري راح يبلش بعد الشهر الأول، يعني في بداية الشهر الثاني يرجع إلى وضعه الطبيعي برزنامة ثابتة، وأيضا بأشخاص إن شاء الله يدوروا للدوري السوري على أكمل وجه. بس أيضا قلت يعني الموضوع كله بده صبر شهرين فقط لا غير، وبعدها تتغير. أيضا راح نشوف قناة رياضية مؤكدة 100% بدعم من أصحاب الأموال ورجال أعمال مهتمين بالإعلام في الخارج. راح نشوف تطور بالإعلام بشكل كامل، تطور بالبرامج، تطور بالشاشات، تطور بالجودة، تطورات راح تكون بالأيام القادمة بما يخص الإعلام على مستوى عالي. وراح يكون هناك إعلام سوري مفتوح، أي شخص بده يعمل قناة، أي شخص مهتم بالرياضة راح يكون متواجد. راح يصير نقلة نوعية بالإعلام بشكل كامل وبالإعلام الرياضي بشكل خاص. وراح نطلع ونعمل زيارات للاتحاد السوري، ونعمل زيارات للأندية والملاعب، وراح نفتل معاكم كل سوريا. بس خلوها شوية تهدى الأمور، والقادم أفضل. بس القادم الأفضل اللي معاندنا غير قادمهم السابق. هذا ما كان لدي. أحبكم في الله جميعا، إلى اللقاء.